أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. احفظها، احرص عليها. وقد ندبكم نبيكم عليه الصلاة والسلام على قراءتها بعد كل صلاة مفروضة، وبشركم البشرى العظيمة التي يهفو إليها كل مسلم كل مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يا سلام، حديث صحيح مشهور. لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذه أعظم آية، وقد تضمنت اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. آمل أن تكونوا كلكم تحفظونها وتحرصون عليها، ومن لم يحفظها وصية نصيحة آخر سورة البقرة: تحفظها، احرص عليها. ألا تعي هذا الوعد الكريم في الأحاديث الصحيحة؟ من قرأ آية الكرسي دبور كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بشرى للمؤمنين، بشرى للموحدين بمقعد صدق عند مليك مقتدر. وجعلها الله حافظة للمسلم من كل أذى، من شياطين الجن وشياطين الإنس. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح. ومن قرأ آية الكرسي حين يصبح أجير منهم، يعني من الجن، حتى يمسي. احرص عليها صباح مساء دبور كل صلاة. أيضا عند النوم ندبكم نبيكم عليه الصلاة والسلام إلى قراءتها لتحظى يا عبد الله بالحفظ العظيم والتوفيق الكبير والرضا من رب العالمين. إذا قرأت عند النوم فلا تنم يا عبد الله إلا بعد أن تقرأ آية الكرسي. الله الله، بارك الله فيك. كذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخرها. قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وتبحث عن أقوال العلماء في قول رسول الله: كفتاه، شيء عظيم كبير. شيخنا ابن باز رحمه الله يختار كفتاه من كل سوء، من كل أذى، من كل سوء. والذين يشكون عدم القيام للصلاة، عدم القيام لقيام الليل، قل له: اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي، بارك الله فيك، بس بتأمل، بتدبر، بوعي، بيقين بهذا الوعد الكريم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن قرأها حفظه الله، ومن قرأها حفظه ووفقه للقيام لليل، للقيام لصلاة الصبح جماعة.
الله بارك الله فيك تعلمها وعلمها أهلك ذكورا وإناثا لنحظى برضا الله، لنحظى عباد الله بما يسر في الدنيا وفي الآخرة من الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.